اليوم رانا في الانطلاقه الرسميه لموسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2022-2023. هذا الموسم اللي كان موسم استثنائي نظرا للظروف المناخيه اللي اثرت على الموسم بصفه عامه والقطاع الفلاحي بصفه عامه وشعبة الحبوب بصفه خاصه. المساحه المزروعه للموسم الحالي اكثر من 296,500 هكتار. المساحه المتضرره بنقص الامطار او شح الامطار هي اكثر من 237,682 هكتار. بالنسبه للمساحه القابله للحصاد لهذا الموسم حوالي 58,818 هكتار. بالنسبه لتوقعات الانتاج للموسم الحالي عندنا اكثر من 500,004 هكتار، نسبة قليلة بالمناسبة بالمقارنة بالمساحة المزروعة وبمكانة الولاية، وهذا كما قلنا لشح الأمطار. المعدل المتوسط للمردود 9 هكتارات في الهكتار. هذا ما يعنيش بلي كل المساحات، كاين مساحات وين فيها سقي تكميلي فيها من 25 حتى 30 قنطار في الهكتار، وكاين حتى مساحات في المناطق الشمالية اللي معروفة بتربطها الخصبة والفلاحين اللي يعتمدوا على المسار التقني وصلت حتى 30 35. عام تاع خير والله يجيب الخير، ورانا في عام تاع خير. الفلاحة اللي كاينة وكل شيء كاين الحمد لله، الله يقوي الخير. يستاهل نحوسوا على الصوالح اللي تنفع، ياه أودي كما يخرج من الورش هذا الصوالح، ياه صحنا ما دام حبناش تاع الفلاحة، رانا قاروم ما يعطي ربي من السماء. والله يجيب الخير ان شاء الله، الله يحفظكم، والله يدوم الساعه علينا ان شاء الله.